الحين في النصر ايه الكلام مره كثير، يعني موضوع سلطان الغشيان مع كل الحب والتقدير له، يعني هو بس الجمهور النصراوي يرون انه هذا الرجل كان يستفزهم، ما يبونه الاخبار انه تم تعيين. قد يكون هذا الخبر جمله وتفصيلا كاذب، صح، ما هو بصحيح. طب اطلع قول ما هو بصحيح، إيه. هدوا الجمهور، انت مناقص. عن طريق ايش؟ اذا بيتعين طيب خلنا عن طريق ايش؟ انا عندي معلومه، اذا بيتعين عن طريق جهه رسميه، هو اساسا الان ترك القناه وراح يشتغل فيها. اوكي، فهو يعني يعين قويدو ما له لحظه علاقه. شوي، لحظه. لا لا مو قويدو. ايوه مو كمل قويدو. كمل. هو في جهه رسميه. ايوه هو كان ايش؟ هو مدير القناه الأساس. هذه. طيب اوكي، ليش غادر؟ صندوق الاستثمارات. غادر بعرض من جهه من هي جهه رسميه؟ جهه رسميه. لا اله الا الله، برسميه يقول اسمها. طيب لا تضحك، لا ما في شيء لا يضحك، قول لي والله شو ما في اسمه. شيء يضحك، ما في شيء يضحك يا حاج ماجد خليك معي الله يرضى عليك. مين الجهه الرسميه؟ اعتقد انه صندوق الاستثمار. طيب ما يخالف، صندوق الاستثمارات ليش يحط واحد يعرف ان النصراويه ما يبونه؟ انا ما عندي طيب اجابه. انا قاعد اقول لك اذا اول اسم رشح من هو تدري؟ منيف الحلبي. طيب متحدث. انا ابغى اقول لو الخبر ذا صحيح انت امام امرين ما لهم ثالث، يا انه اللي عين زميل سلطان، خلينا اكمل بس، سلم. يا انه اللي عين سلطان الغشيان مع كل الاحترام والتقدير له متعمد يستفز النصراويين، وانا اشك في هذا، اشك، احس انه هذه احتماليه مش صحيحه، بس انت لازم تحطها على الطاوله. او ان اللي عين سلطان ما يعرف يعني ايش النصر وعلاقاته وصداقاته وقوته ويحب مين وما يحب مين، يعني ما يعرف شيء في النصر. شاف سي في جيد والولد يمتلك سي في جيد حطه، بس ما يعرف تقاليد النصر، ما يعرف علاقات النصر. انا اميل مع هذا اذا كان الخبر صحيح. اليوم في اخبار ايضا تطلع على تغيير شعار النادي، هذا كلام قد يكون الخبر ذا ما هو بصحيح، بس برضو ما في حد قاعد يتكلم. الاخبار الصحفيه تقول بتغير شعار نادي النصر، هو شبه الجزيره العربيه، في انديه مع شعارها قصه صحيح. ارتباط تاريخ، شعراء تكلموا في الشعار. يعني مثلا انا لما اشوف مباراه الاتحاد اعطيني شاشه كذا بعيده وتشوف لي فريقين بدون ما اشوف بدون ما اسمع المعلق، اشوف الخطوط. اي اتحاد صح. اتحاد صحيح. هل الاتحاديه مثلا واحد يقول لك والله احنا ما عرفنا نغير القميص الاتحادي ونحطه، ما عندنا ذوق؟ لا، عندهم ذوق وعندهم مزاج ويعرفوا يحطوا، بس هم مرتبطين بهذا المقلم، هذه رمزيه النادي. هل في احد طلع تكلم انه هذا الكلام كذب ولا صحيح؟ ما حد تكلم. ولما تترك الموضوع كذا يكبر زي كره الثلج، ولما يصير تعادل زي اليوم بدل ما الجمهور يقول معليش المباراة الجاية لا يا حبيبي تراك زودتها وماني بجاي المباراة القادمة وشيل كاسترو وشيل مدري مين وشيل وليد. خلينا بس ما كمل النصر خلينا نكمل بسرعة عشان وليد سريعا. يعني الرسالة للمسؤولين في الرياضة ومسؤولين في الأندية، اطلعوا تكلموا يا جماعة، ترى رياضة وكورة أشياء معلومات بسيطة. آخر جملة بالله بالله، الرياضة يجب أن لا نحولها إلى تجارة واستثمار وتسويق. ماني متخلف، أحد يقول لك يا أخي تغيرت لا، اوكي في جانب استثماري وفي جانب، لكن النتيجه رياضه، النتيجه انجازات. لو احسن نموذج عندنا الهلال، لو سالت الهلالي تبغى المليارات ولا تبغى انجازات؟ اقول لك ابغى انجازات. اوكي ابغى اجيب مليارات عشان اجيب انجازات. اللي حاصل في النصر الان قويدو استثماري، طب النتائج سيئه، اذا مشي قويدو، انا ما ابغى قويدو. الف باء رياضه، انه كاسترو هذا يمشي. لو واحد ما فهم في الرياضه يمشي كاسترو. قويدو ليش متمسك في كاسترو؟ هنا علامه استفهام تجعل الجماهير النصراوي مستفز. اسمع كاسترو، الان وش تغير الان؟ الاضافات اللي صارت في النادي الان هي كانت المهيدب ومشى، اوكي؟ الان هيرو هل هو راضي عن العمل الفني اللي يقدم؟ اللي هو الرئيس التنفيذي. اذا كان راضي الرئيس التنفيذي لا هيرو المدير الرياضي للنصر. نعم. قويدو نعم. إذا كان هيرو هو يعني هو المسؤول الأول عن فريق كرة القدم، إذا كان راضي أنا معه، لاعب كبير ومدرب ونجم عالمي، إذا كان راضي عن الأداء الفني للسيد كاسترو، لابد أن هنالك مشكلة. إذا كان الأمور الفنية راضي عنها هيرو وراضي عنها كريستيانو رونالدو، إذن ننتقل إلى العناصر الموجودة في الفريق. هل تاليسكا راح يخدم منظومة النصر؟ هل العناصر الموجودة ترى باقي 10 أيام، باقي 10 أيام على إغلاق التسجيل، ترى ما في وقت. ايه
صحيح هل تلس قادر انه انت يخدم شو النصر تقول؟ انت شو إضافة تقول؟ كلاعب اجنبي؟ انت ايش رايك؟ انا اقول المفترض ان النصر لابد انه محور رقم 6 لازم اضافه في منتصف النصر، منتصف الملعب. 1 لابد سلطان الغنام يراجع حساباته. 2 علي لجامي استمراره في الدفاع مشكله كبيره. 3 ماني قاعد يجتهد للامانه، لكنه مش ماني اللي نعرفه. 4 الطرف الايمن بوجود تاليسكا ما منه يعني 5 خانه شاغره يعني يمشون لو تاليسكا، يعني الفريق الخصم تاليسكا قضى يعني خلص غازه على وضع كاسترو. ايه لا تاليسكا، تاليسكا نجم، ولو راح لمدرب اخر يستفيد منه من افضل امكانياته. حيكون نجم، هو جانا نجم وحيرحل نجم، لكن المشكله في عمليه توظيف اللعيبه. طيب. يعني احنا شفنا كيف كاسترو صار يدور حل لتاليسكا، وصار يحوس اوتافيو في النص، وصار في فراغ في عمق الملعب بعد ما طلع بروزوفيتش. ايه انا اشوف اللي تغير النصر من الموسم الماضي الى الموسم الحالي داري وشو يا ابو بدر؟ طيب خلينا نروح رقم بروزوفيتش كان 77، الموسم هذا صار 11. طيب خلينا نروح الفاصل سريع. هنتكلم عن آخر استعدادات الفرق للموسم الجديد. هنبدأ بالهلال الأكثر استقرارا في المملكة والأكثر نجاحا، والفريق مستمر مع خيسيوس وإنجازات وبطولات وشكل جيد. الجديد الموسم ده هو انضمام أو رحيل ميشيل ولقيد نيمار. نيمار هيلعب مع نادي الهلال، الشكل الفني هيتغير من بوجود نيمار. طبعا نيمار لاعب ذو لمسة فنية مش عند كتير من اللاعبين، وعلى المستوى الهجومي خطير جدا وهيحقق الفارق. لكن اللي هيفقده نادي الهلال في وجود نيمار هو الضغط العكسي. بنشوف نادي الهلال ازاي الجناح وجميع لاعيبه الهلال بتضغط على المنافس بقوه شديده جدا. شفنا في مباراه النصر الشوط الثاني الهلال كان بيلعب مان تو مان بضغط شديد جدا على حامل الكرة في النصر. فوجود نيمار ايضا رجوع من الاصابه ما شفناهوش في اي مباراه وديه، فوجود نيمار في الملعب هيكون حاجه من الاثنين، يا اما هيضيف طبعا هجوميا لنادي الهلال، لكن هيكون في على خيسيوس تغيير طريقه الضغط بالنسبه اللي بيتبعها نادي الهلال. هيكون صعب جدا، خاصه نيمار ممكن يلعب او تغيير شكل الثلاثي الهجومي. من المحتمل ان احنا نشوف نيمار هيكون رقم 10، مش هيكون على الجناح، ويعتمد على سالم وايضا مالكوم البرازيلي. ده بالنسبه لنادي الهلال، والهلال مستقر. يعني الخطر ممكن اللي يواجه نادي الهلال هو عدم تكيف اللاعبين او عدم ان خيسيوس ما يطوعش الطريقه لنيمار. ده بالنسبه لنادي الهلال. بالنسبه ل مين اللي ممكن ينافس الهلال هذا الموسم هو الاتحاد بصفقاته القويه. الاتحاد ينقصه مدافع فقط، ضم حارس مرمى وبنزيما متفرد بمركز المهاجم راحل حمد الله ليلعب بنزيما مستريحا بعيدا عن الضغط والمقارنة، وأيضا عوار والمزيد من الصفقات. كانتي، فابينيو. الاتحاد مميز جدا لكن ينقصه هو قلب الدفاع اللي هيعطي لنادي الاتحاد قوة. هننتقل للنادي الأهلي. الأهلي أبرم صفقة وحيدة هو الكسندر في منتصف الملعب. الأهلي محتاج خط خلفي كامل بالنسبة للنادي الأهلي. دفاعه ضعيف جدا، وأيضا يحتاج لجناح أيسر لأنه صعب إن هو يعتمد على يعني رياض محرز في اليمين، ومحتاج لجناح أيسر أجنبي لتعويض ماكسيمان. ايضا بالنسبه لكساندو هو جاي من نادي برازيلي بيعتمد على الجماليه في اللعب بعيدا عن التكتيك، وبيمتاز بالتمريرات الطوليه، بيقطع 40 متر ممكن يرسل لك كوره بيضرب بيها الدفاع والوسط، هتكون نقطه قوه. لكن بالنسبه لي اللي هو افساد الهجمات والتكتيك في منتصف الملعب هتكون النقطه دي عليها خلاف. ده بالنسبه للنادي الاهلي.
فيجا ولا فيرمينيو هيلعب كمنتصف ملعب او كعشرة، دي برضو عليها ملاحظات. اظن ان فراس البركان في حالة سلامته هيكون المهاجم في المقدمة. ده بالنسبة لنادي الأهلي. فالأهلي هيبقى عنده صعوبة شوية في قصة المنافسة على الدوري. ننتقل للنصر. النصر عنده مشاكل عديدة جدا. إدارة الفريق استقالت، والنائب يستقيل أيضا لأنه طالب صلاحيات كاملة. فأعتقد إدارة إبراهيم المهيتب هترحل وهيتم تكليف مجلس إدارة جديد، لأن نادي النصر على صفيح ساخن. الإدارة اتفقت مع أو القائم بإدارة الكرة اتفق مع نادي الاتحاد على إعارة العمري مع تكفل راتبه، وأيضا إعارة ماني مع تكفل جزء من راتبه، إلا إن ماني ما عرفش المفاوضات دي فرفض الانتقال لنادي الاتحاد. نفسية ماني سيئة ومستواه الفني هيتأثر خلال الفترة القادمة. فالنصر عنده مشاكل إدارية كبيرة جدا، وخاصة إن الإدارة كانت عايزة رحيل كاسترو ورحيل بعض اللعيبة مع التكفل بصفقات جديدة، لكن هناك مشكلة في الصلاحيات. فالنصر عنده مواجهة يوم الخميس، هتكون مواجهة قوية أمام الرائد. دفاع الرائد دفاع قوي، ولو النصر تعثر في المواجهة دي هيزيد من أحزان النصر والمشاكل داخل نادي النصر.